واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب. اليوم البنات جيتكم وجبت لكم واحد لاكولار بدون ليماج بدون ديكاباج كيما دائما، يعني تطلبوا مني، يعني تحبوا لي كولار تكون فاتحه وفي نفس الوقت تكون بدون ليماج وبدون ديكاباج. جبت لكم هاد لاكولار يعني وراح تعطيكم الشيب يعني بنسبة 100%. لاكولار بزاف شابة. راح تغطي ايضا الخلطة كي تكون في الشعر، يعني اللي راهو شعرها مخلط فيه بزاف الوان، يعني تدرجات تاع الوان. ايضا هذا لاكولار راح تغطي يعني تعطي لكم كامل الخلطة اللي راهي في شعركم، وراح يخرج لكم لون بزاف شباب. روحوا البنات نهضروا على اول حاجة اللي هي قاعدة تاع الشعر اللي نقدروا نحطوا فوقها هذا لاكولار ولا هذا الميلونج. عندنا قاعده تاع الشعر الاولى اللي هي الاسود طبيعي. اذا كان شعرك اسود طبيعي تقدري تحطي هذا الميلونج مباشره على شعرك وراح تحصلي على لون بزاف شباب. ايضا اللي راهي صابغه شعرها في درجات العسلي، اللي صابغه شعرها في درجات البني، ايضا تقدروا تحطوا هذا الميلونج. هنا اللي راهو شعرهم يعني غامق بزاف، يعني شعرهم راهو في يعني فونسي، يعني في الماغو فونسي ولا في الشاطئ فونسي. هنا تروحوا ديروا المرحله الاولى اللي هي مرحله التفتيح، ديروها بالبيئان ولا برقم 24 ولا 25 في لوريات. تضيفوا معها ملعقه صغيره تاع بلوندور وديروا معها اوكسيدون 30 فوليم. تحطوها على شعركم مده 45 دقيقه وتغسلوا شعركم، تنشفوه وتحطوا فوقه هذا الميلونج ولا تخلوا شعركم يرتاح حتى الغدوه من ذاك وتقدروا تحطوا هذا الميلونج. نروحوا نبداو في الميلونج تاعنا بعد الصلاه والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. ونروحوا للميلونج تاعنا واش فيه. عندنا يعني اللون الاول اللي هو رقم 22، رقم 22 اللي هو اشقر بندقي. اشقر بندقي الترقيم العالمي تاعو هو 7.15. هنا اللي حابه تستعمل اي صبغه تحبها ولا اي صبغه تستعملها تدي الترقيم اللي راهو بالوردي اللي هو 7.15، ولا تدي اسم الصبغه اللي هو اشقر بندقي. وعندنا الرقم الثاني اللي هو رقم 37، رقم 37 اللي هو العسلي. الترقيم العالمي تاعو هو 9.75. 9.75. هنا يعني الكميه تاع الصبغه اللي راح نبدوها تكون متساويه. عندنا نصف علبه من رقم 22 وعندنا نصف علبه من رقم 37 اللي شعرها طويل يعني ويكون غازر بزاف. ايضا هنا راح تدي يعني ضاعف الكميه، راح تدي علبه. نروحوا لوكسيدون خياتي. هنا لوكسيدون اللي ما عندهمش الشيب يستعملوا اوكسيدون 30 فوليم، واللي عندهم الشيب يستعملوا كقاعده دائما نتمشاو عليها. اللي عندهم الشيب يستعملوا اوكسيدون 20 فوليم. والكميه تاع الاوكسيدون راح تكون نفسها هي كميه الصبغه، يعني اذا درنا نصف علبه راح ندو قاروره تاع اوكسيدون، واللي دات علبه راح تدي 2 قارورات تاع اوكسيدون. هنا هضرنا على الاوكسيدون بالنسبه لاصحاب الشيب 20 فوليم، واللي ما عندهمش الشيب يدو 30 فوليم. نخلطوا الميلونج تاعنا جيدا، نضيفوا الاوكسيدون نبقاو نخلطوا ايضا حتى نتحصلوا على خليط يكون متجانس، ونروحوا يعني نطبقوه على الشعر. هنا كيفاش رايحين نطبقوا الصبغه على الشعر. هنا اللي عندهم الشيب دائما نقول لكم اللي عندهم الشيب وخاصه في مقدمه يعني الراس، هنا رايحين نبداو من الجذور، يعني نبداو من الشيب، نبداو بالشيب هو الاول نصبغوه، بعدها نروحوا للاطراف. اما الاخوات اللي ما عندهمش الشيب هنا نخلو 2 سنتيمتر من الجذور نصبغوا الاطراف. بعدها كي تبقى لكم 10 دقائق وتغسلوا شعركم باش تروحوا طبقوا الصبغه على الجذور هكذا، يعني نتفاداو باش ما يخرج لناش اللون البرتقالي في الجذور. كيما على بالكم الجذور يجوا بزاف سخونين وبالخف تخرج فيهم الصبغه، لهذا خياتي نخلوهم دائما 10 دقائق ولا ربع ساعه الاخيره باش يعني نصبغوا الجذور. نخلو الصبغه على شعرنا من نصف ساعه حتى 40 دقيقه، واللي عندهم يعني الشيب يخلوها حتى 45 دقيقه. هنا بعدها تروحوا تغسلوا شعركم مباشره. البنات كي نحطوا صبغه على شعرنا يعني نبقاو نفيريفيو فيها، يعني ما نغفلوش عليها. تغسلوا شعركم. هنا من الاحسن البنات ما تستعملوش الشامبو يعني في نفس اليوم. غسلوا شعركم غير بالماء والماء يكون فاتر، ويعني ديروا اي ماسك ولا ابخي شامبو. بعدها يومين ولا 3 ايام تقدروا تغسلوا شعركم يعني بالشامبو عادي. هنا نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم البنات. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وينال رضاكم. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه غاليتي.